الجريمة تمت في منزل المتهم، وطبقا للثابت في تقرير المعمل الجنائي بعد المعاينة اتضح ان في عدة طلقات وجهت للمتهمة موكلتي سابقة على الطلقة التي أودت بحياة المجني عليه. كما أن السلاح المستخدم والمثبت في محضر الضبط بيد موكلتي اتضح ان عليه بصمات أخرى أثبت الطبيب الشرعي إنها للمجني عليه. يعني الحكاية كلها دفاعا عن النفس. سيدي الرئيس، السادة المستشارين الأجلاء، السيد الزميل أبدى دفاعه عن المتهمة، ولكنه نسي أن المتهمة اعترفت في تحقيقات النيابة أن المجني عليه كان معتاد زيارتها في أوقات مختلفة، وذلك لكونه مدير الملهى التي تعمل به المتهمة. سيد الرئيس، سيادة القاضي، إذا نظرنا إلى ملابسات القضية، بل إذا دققنا النظر فيها، سنجد إن الجريمة معكوسة. الوضع كله معكوس. القتيل مش ضحية، ولولا إن روحه صعدت إلى بريئها لكان مكانه الطبيعي وراء هذا القفص، ولوجب إعدامه بدل المرة 1000 هو وأمثال المنطق كتير. في زمان جملة بتقول كل ما تتزنق اقلع. وفعلا مع الوقت ما بقناش نتكسف من حاجة ولا من حد. بقى الواحد فينا كل ما يتزنق يقلع. يتزنق في فلوس، في مصلحة، يتزنق في نفوذ، في سلطة، في كرسي، يقلع هدومه، يقلع ضميره، يقلع حتى دينه. ومبقاش يفرق معاه ساعتها انه بقى ملط، لانه فاكر انه هيتدارى بالحاجه اللي قال عشانها كل حاجه، مع اننا تقريبا بقينا كلنا ملط. واذا ما كناش كشرفاء، اذا ما كانش شرفاء اللي لسه شرفاء، لسه بني ادمين، هيوقفوا قصاد الناس التانيه دي ويضربوا على ايديهم بايد من حديد ويدافعوا عن نفسهم قدامهم، يدافعوا عن ادميتهم، عن عقولهم، عن انسانيتهم. اذا ده ما حصلش المجتمع كله هيضيع. ساعتها هيبقى المجتمع كله عايش جوه كباريه كبير. لذا التمس من عدالة المحكمة تغيير الوصف والضبط المقدم من النيابة من قتل مع سبق الإصرار إلى قتل عن طريق الخطأ دفاعا عن النفس. معالي المستشار، جاء بأقوال الشهود وثبت أن المتهمة كانت تقوم بتهديد المجني عليه أمامهم جميعا ولا أكثر من مرة. حصل يا رمانة ولا ما حصلش؟ رد يا رمانة. سيادة القاضي، أنا بعترض على هذا الاتهام الموجه من النيابة. اعتراضك مرفوض يا أستاذ. اتفضل. أنت يا رمانة، أنت هددت المجني عليه ولا لا؟ حصل يا باشا. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. ليه يا رمان؟ ليه؟ بتنتقمي من مين؟ بنتقم من الشر اللي بقى معشش فينا يا خميس. أنا جيت لك كتير عشان أشوفك. وانا خلاص ما بقتش عايزه اشوفك. ده ابن رمانة. ما تخافش يا خميس، مفيش حد غيري وغيرك يعرف انه ابنك. أنا عايز كل الناس تعرف. احنا ما نستاهلوش. أنا مستنيه.
مستنيه ليه يا خميس؟ عشان تغرسه واستجوى مزاج الخير بتاعك؟ انا مش عايز غيره من الدنيا. ده شايل اخر نفس فيا، هيزيح من على صدري بلاوي كتير عملتها. خليني امسح بيه ذنوبي واشطف روحي جواه. لا يا خميس، مش هتشوفه. مش هشوفه يعني ايه؟ ده ابني يا رمانة. اثبت انه ابنك وبحارب عشانه. هاخده بالعافية يا رمانة، هاخده بالعافية. محكمة! اقعد يا فندم. اقعد يا استاذ. بعد المداولة والاطلاع على الأوراق ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة رمان السيد علي بالسجن المشدد 15 سنة. يا لهوي يا لهوي رفعت الجلسة. يا لهوي يا رمانة وهاخده بالعافية، هاخده بالدراع يا رمانة.